للأسف يا جماعة أسامة أبو علي مش هيبقى في النادي الأهلي. العروض جاية بنسبة كبيرة قوي لشراء أسامة أبو علي. الريان القطري مقدم عروض، الوصل الإماراتي مقدم عروض، أندية خليجية مقدمة عروض، أندية في أوروبا مقدمة عروض لشراء أسامة أبو علي. هنا النادي الأهلي مش عارف يعمل إيه. النادي الأهلي بقيادة محمد يوسف بناء على تعليمات الكابتن محمود الخطيب قعد مع أسامة أبو علي، اقعد يا أسام وهنحاول نعوضك. قال له يا كابتن انا ما عنديش وطن، وعايز اعمل يعني قرشين بحيث ان انا بعد ما اخلص كوره اقعد عليهم بيبقوا ليا ولاولادي. زي ما احنا عارفين ان اسامه ابو علي النجم الفلسطيني يعني قال كلمتين يخلوا اي حد يقول له خلاص حقك، يقول له يا كابتن انا ما عنديش وطن فعايز احترف، عايز اعمل قرشين. قال له يا ابني ما احنا هنا هنديك قرشين، هو انت في النادي الاهلي ما بتاخدش؟ وفعلا هو انت في النادي الاهلي ما بتاخدش يا اسامه. قال لك لا ده في عرض جاي من الريان القطري. بكام العرض يا اسامه؟ 9 مليون دولار. 9 مليون دولار. فهنا النادي الاهلي يقول لك طب انا العرض جاي 9 مليون دولار، انا هعمل ايه؟ احاول اعوض اسامه بكام؟ كابتن محمود الخطيب كلم محمد يوسف او قال له حاول تخلي العقد مثلا 4 مليون دولار لاسامه ابو علي. فعرضوا على وسام برضه رفض. خلاص هو قال الكلمتين دول بيقول لك يا كابتن انا ما عنديش وطن وبحاول ان انا امن مستقبلي ومستقبل اولادي. خلاص هقول لك ايه، نحاول بقى ان احنا نجيب صفقه تانية، نجيب يوسف سريتش. مصطفى محمد انا مش عايزه. محدش يقول لي مصطفى محمد، ما يلزمنيش، لو اخر راس حربه في العالم مش عايزه. نحاول نشوف يوسف سريتش مش وحش. الناس بتقول لك اسامه فيصل، البنك الاهلي مكبره في حق نفسه. البنك الاهلي كان مشتري اسامه فيصل من الزمالك ب 13 مليون. النهارده البنك الاهلي عايز في اسامه فيصل، خد بالك من الرقم، 70 مليون. يعني البنك الاهلي شاري اسامه فيصل ب 13 مليون، قول مثلا بيعه ب 30 ب 40، لا عايز فيه 70 مليون. ده اكتر من 3 اضعاف. ايه ده؟ هو البنك الاهلي عمل استثمار؟ هي دي شهاده؟ هي اسامه فيصل دي يا جماعه شهاده او وديعه؟ ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ شاريه من الزمالك ب 13 مليون عايز تبيعه ب 70؟ فمش عارف الصراحه. فانا اتمنى ان يوسف سريتش يجي النادي الاهلي. يوسف سريتش راس حربه ممتاز واحسن من مصطفى محمد واحسن من اسامه فيصل. وكان نفسي اسامه ابو علي يقعد في النادي الاهلي، لان احنا بجد كجماهير النادي الاهلي حبينا اسامه ابو علي. اسامه ابو علي بيقول لك انا ماليش وطن، لا يا اسامه ابو علي احنا بنقول لك مصر تعتبر وطنك، وانت عشت وسطنا وعرفت فعلا ان احنا يعني كلنا واحد. المصريين الحمد لله ما بنفرقش يقول لك ده مين ولا جنسيته ايه، لا اي حد بياكل ويشرب معانا بيعتبر واحد مننا.